السلام عليكم حبايبي الحلوين. النهارده هنعمل صينيه بطاطس. جبت بطاطس اهي، نص كيلو كيلو على حسب العائله بتاعتك. طبعا بس معلش كده معلومه لبناتنا الحلوين اللي اول مره يخشوا المطبخ: قبل ما تخرطي البطاطس اغسليها تحت الميه علشان خاطر الطين اللي فيها. يعني بصوا اهو، البطاطسيه غسلتها الاول ماشي، وقمت بعد كده مقشراها بالمنظر ده. طيب، البطاطس بتاعت الصينية بالذات بنتخنها شوية، لان طبعا دي بطاطس شتوية وبتستوي بسرعة. بصوا معايا اهو، شوف السمك اهو تاني، شوف السمك. لا تتخنيها قوي ولا ترفعيها قوي عشان تستوى معاك. وهي طبعا البطاطس اللي في الشتاء دي بتستوي بسرعة. طيب لما يتبقى عندك واحدة زي دي، تقومي جايباها بالعرض كده اهو اهو. تاني يا جماعة، بصوا معايا اهو. طيب بصوا معايا البطاطساية دي، لان العنقود بتاعها من هنا رفيع. طب انا هقصها ازاي؟ برضه اقوم منيماها كده اهو اهي. تمام، تاني واخر مرة اهو اهو. بصوا معايا، شوف السمك اهو. والحتة اللي بتتبقى في النهاية دي بقسمها اهو كده اهو، شايفينها اهو. ماشي يا حبيبي، ارجع لكم تاني. حبايبي نجهز المرتة بقى بتاعت احنا هنعمل بطاطس ني في ني. خلي بالكم البطاطس لها طريقتين: لا اما تحمري البصله بحته سمنه وزيت وعليها الثوم، وبعد كده قرن فلفل، وتحط البطاطس تتشوح معاهم، وبعد كده تحط الطماطم تتسبك وشويه شوربه او ماء وتحطه في الفرن. احنا دلوقتي عايزين بنعمل لبناتنا الحلوين اللي اول مره بيخشوا المطبخ بطاطس ني في ني. وخلي بالك، الني في ني لها طعم، والمسبكه بتشويحه البصل لها طعم تاني. فانا بص معايا اهو، بنقطعها لا اما حلقات، عايزه تقطعي حلقات كده تمام، عايزه تقطعي بالطريقه دي بس تبصي حاجات بسيطه رقيقه عشان هندعكها بالايه، هنعمل لها زي مرتة كده وندعكها بايدينا اهو. انا بحب بصراحة ما احبش اعملها طرنشات، عايزاها تستوي، لان ما بحبش احس بطعمها اشيل راس البصلية دي يا جماعة كده اهو. عايزين تقطعوها يعني حلقات كده. بصوا معايا دي كده نظام طرنشات اهي، دي نظام الطرنشات شايفينها. انا بقسمها نصين وبعملها بالمنظر ده كده، نص طرنشات اهي. بص يا حبايبي، انا قطعت البصل اهوت وهعملها مرتة دلوقتي ادعكها. ده تومه ماشي، هدعكها دلوقتي. انا كنت مخزنه توم، وابقى اعمل لكم حلقه تخزين التوم. ادي توم اهي. طبعا انا ما كانش عندي فلفل اللي هو الاخضر البلدي، فكان خلصان. فعندك فلفل بلدي اعملي قرنين على البصله هنا، بس ما كانش عندي الا الفلفل اللي هو الطويل ده، ما كترتش منه اهو. دي مرقه دجاج انا عاملاها على ايدي، هبقى اعمل لكم حلقه برضو واعرفكم مرقه الدجاج دي بتتعمل ازاي. تمام، يلا نحط التوابل بقى بتاعتنا. شويه ملح، انا ما كترتش اهو. بابريكا مش كتير. شويه كمون، فلفل اسمر، وانا بحب اكتر في الفلفل الاسمر على البطاطس، بينكهها ويخليها جميله جدا. تمام يا حبايبي. شويه زعتر بحبه دايما في اكلي.
بصوا معايا، دي جوزة الطيب، حاجات بسيطة، بص حاجة بسيطة، ما تكتريش جوزة الطيب عليها. خلاص هعمل ايه بقى؟ همسكها دعكها حتة دعكة بعزم ما فيكي بقى، بكل ما اوتيت من قوة. خلاص كده اهو، يمين وشمال. بص يا حبايبي، قبل ما ادعك انا خلاص ادي المرتة دعكتها دعكة يعني ما بعدها دعك. طيب قبل ما احط كل حاجة في الصينية، نيجي للصلصة اللي انا ضربتها في الخلاط. ده شفشق خلاط، شوية البطاطس دهم شايفينهم عليهم شفشق خلاط. بص معايا، عندك صلصة حط معلقة صلصة حلوة جدا جدا. تمام، شوية ملح صغيرين وما تكتريش. ما تنسيش ان انت حاطة في المرتة. اهم حاجة في الصلصة وقلتها لكم قبل كده، السكر. السكر مع الملح بيعمل معادلة علشان الحموضة، يشيل الحموضة. بابريكا وما نكترش. فلفل اسود. خلاص يا جماعة، ادي الصلصة اهي، شفناها يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف نعمل ايه. ادي البطاطس، حلو الكلام، وادي المرتة اهي. نقلب كده اهو اهي، كده اهو. اخلي البطاطس تعشق مع المرتة كده اهو. الحركة دي حلوة كويس جدا عشان البطاطس تتغلف بتتبيلة ايه؟ المرتة. حلو الكلام. حاولي انت بقى ايه ترصي البطاطس بتاعتك يمين وشمال كده. تسوي الصينية بتاعتك كده تمام. واقوم جايبة بقى التسبيكة الطماطم اللي انا ضرباها، اللي عليها بقى السكر والملح وشوية الكمون والبابريكا اهي. اوزع اهز الصينيه كده اهو عشان كله يعشق ايه في بعضه. هعمل ايه يا حبايبي؟ هحط عليها شويه زيت اهو، شويه زيت صغيرين وحته سمنه. ما كترش الزيت، اسيح حته سمنه. انا هسيحها دلوقتي واحطها عليها وهشوف نعمل ايه. حبايبي انا ولعت البوتاجاز على عين عاليه وبحطها تاخد غلوه على النار. ماشي، تاخد لها بس غلوتين 3 كده. وقبل ما احط طبعا اوعى تفتكروا اللي انا بحطها كده، لا ده انا بس بخلي الطماطم تاخد لها غلوتين 3. وبعد كده في شوربه حط عليها. طيب مفيش شوربه عندنا عشان هنحطها في الفرن، ميه سخنه، بلاش ميه ساقعه، ميه مغليه في الكتل. ماشي، قيمه كوبايتين ميه كده تتحط عليها لما نلاقي ان الطماطم بدات تاخد لها كام غلوه. انا دلوقتي حطيتها على نار عاليه هتغلي. قبل ما احط، انا عندي شوربه، قبل ما احط الشوربه هقول لكم نعمل ايه. حبايبي بصوا معايا كده، انا سبتها تغلي غلوتين على النار. اولا عشان تقط البطاطس، تقط من الصلصه وينكهوا مع بعض. طيب هو انا لو انا عملت كله مثلا البطاطس اهي على الصلصه وقمت جايبه، خليكم بس بالي انا هتكلم اهو. انا هزود شوربه، ما عندكيش شوربه ممكن ميه سخنه من الكاتل. ادي كوبايه اهو، عشان بناتنا الحلوين ممكن يقولوا طيب نحط قد ايه. ادي كوبايه شوربه اهو، بصوا معايا. ادي الكوبايه التانيه اهي، كفايه قوي كوبايتين شوربه
ماشي، وارجرجها كده اهو. طيب المفروض انا ما عنديش ورق فويل لقيته خلصان. ما توقفيش نفسك ولا توقفي مطبخك. غطا حله اهو اكبر من الصينيه، هغطي عليها كده اهو واحطها جوه الفرن. خلاص يا حبايبي، انا هطفي عليها خلاص البوتاجاز. بصوا معايا، طبعا لازم تكوني مسخنه الفرن مده كبيره جدا علشان خاطر ايه، تغلي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واغطي بغطا الحله وما اوقفش نفسي. تمام. عايزه بس اقول لكم على حاجه كده صغيره بالنسبه للبطاطس. اولا حبايبي، لو انا دلوقتي ما غليتش ولا اي حاجه وحطيت كله على بعضه، وقمت حاطه الميه السخنه او الشوربه ودخلتها في الفرن على طول، في مشكله؟ ابدا، مفيش مشكله خالص نهائي. ما توقفيش نفسك، وقلت لك وكل حاجه بتعدي. نقطه صغيره لبناتنا الحلوين امهاتنا اللي زيي، فاهمين الكلام ده. البوتاجاز ليه ملايكه، علشان كده وليه طبعا انتوا عارفين احنا مش عايشين لوحدنا في الكون. فضروري نفتح الفرن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقف على البوتاجاز نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ربنا يبارك لنا في أكلنا ويبعد عنا أي طاقات سلبية حوالينا. إن شاء الله بإذن الله البطاطس لما تستوي في عفوية كده نص ساعة بالظبط، وقومي افتحي الفرن وشوفيها. امسكي بالمعلقة وانا هوريها لك كمان شوية بالمعلقة كده. ماشي، تطلعي بطاطساية ونضغط عليها لانها استوت. تمام، خلاص بنطفي عليها الفرن. بس يا حبايبي، شكرا.